النهارده زي ما انتم عارفين احنا في الجنينه النهارده وعاملين التجمع البسيط بتاعنا بتاع كل جمعه ده. والنهارده الاكل بسيط خالص زي ما انتم شايفين، هو عباره عن عنب الباوند بتاعه ب 3 دولار، والبطيخ الباوند بتاعه مش عارف ب 90 سنت، وحاجات كده بسيطه. النهارده بس معايا مفاجاه، هو الراجل الطيب اللي جميل اللي جنبنا ده. الراجل الطيب ده عرفنا بنفسه كده، يقول لنا هو بيعمل ايه في كندا هنا عايش ازاي، اسف مش بطل، عايش ازاي، بيدرس ايه، وايه اللي خلاك تيجي هنا، واحكي لنا كده على تجربتك. اهلا بيك يا حسام. اهلا بيك، السلام عليكم. دلوقتي اولا انا طبعا جيت كندا هنا من حوالي يمكن من شهر 10. بدرس دلوقتي MBA. جاي اوريدي كنت عايش في دبي. ايه اللي خلاك تسيب دبي وتيجي كندا؟ الاستابيليتي طبعا. طبعا في دبي طبعا يا راجل استابيليتي. الحياه اعتقد، يعني الحياه في كندا هنا اعتقد افضل من معايير ايه؟ لان انا في ناس كتير بتقول لي ايه اللي يعني انت بتبروموت كندا ليه؟ يعني احنا انت يعني احكي لنا كده بصراحه، يعني طيب تجربتك الحقيقيه، ما تجملش اي حاجه الله يخليك. الخليج عامه هو وما تقولش اي حاجه وحشه برضه، يعني لا يعني مش وحشه، يعني مش وحشه والله، مش لينا وحشه. اهالينا كتير ساكنين لا في والله الخليج. مش وحشه، بس الموضوع اصلا مش ستيبل. انا في اي لحظه انا اصلا ممكن يحصل لك اي ترمينيشن ولا اي مشكله في الشغل او بتاع. دي حقيقه بقى الكلام ده، ممكن حد فعلا يمشيك. دي اون سبوت ممكن تحصل لاي حد اساسا. فدي طبعا اساسا عشان توجد بيئه اولادك يعرفوا يعيشوا فيها ستيبل، فانت لازم الواحد. انا بصراحه حبيت ان ادور على مكان ولادي يكونوا مرتاحين فيه دراسيا بلس بيتر لايف. انت جبت بقى اولادك معاك كده؟ ولادي ان شاء الله جايين ان شاء الله يمكن اسبوعين كده ان شاء طب الله. احكي لنا كده على تجربتك في الاختيار، وايه اللي خلاك تيجي فانكوفر اصلا؟ يعني احكي لنا كده، وانا ببص بس على حاجه في التقطيع. هو اللي خلاني اجي فانكوفر هو بصراحه محمد حكم. يا راجل. فالفكره كلها ان طبعا انا بشوف الفيديوهات بتاعته بقالي فتره كبيره. جالي تو بروجرامز، واحد كان في فانكوفر وواحد كان في تورونتو. فطبعا من الفيديوهات بتاعت حكم وبتاعت اتعلمت بصراحه، او عرفت بصراحه ان حاجات كتير عن فانكوفر، منها طبعا جوها، بدليل ان احنا الحمد لله رب العالمين دلوقتي يعني ما قاعدين نصكم. في ناس صحابنا متبهدلين في حته تانيه في كندا. فالحمد لله رب العالمين، يعني مع الجو هنا لطيف، الحياه، الكوميونتي بصراحه كمان، حتى كمان الكوميونتي المصريه طبعا اتعرفت عليهم طبعا قريب. انا جاي من فتره كبيره. كلنا بنلعب هناك فولي بول، يعني ممكن احمد يوريهم كده الشباب. جدا الناس محترمه جدا. لا الحاجات، الاسئله المهمه بقى. هل انت بقالك كام شهر في كندا؟ انا من شهر 10 يعني داخل اهو في يعني 8 9 شهور كده. حوالي 8 9 شهور. ما زلت زي اول يوم لسه شايف الدنيا ورديه، والدنيا مش ورديه، شايف الدنا كويسه وفي امل ولا مفيش امل؟ لان هو سوري ان انا بقطعك، بس هو الفكره كلها حته في امل. هو في امل. ابو صلاح حبيبنا، سلم على الناس يا جماعه. ابو صلاح حبيبنا طبعا كلكم عارفين، يعني حبيبي ده ابو صلاح. حته في امل. واخد نص بطيخ عايز فحم انا وكده. اعتقد طبعا هو في امل طبعا. للي عنده فيجن، او اللي عنده رؤيه ان هو عاوز يعمل ايه. تمام. فالفكره كلها انت الواحد هو جاي بالظبط ايه الهدف بتاعه. ايه اكبر التحديات يا حسام اللي انت شايفها مقابلاك الفتره الجايه دي؟ لقيت شغل ولا ما لقيتش شغل؟ حاسس الموضوع سهل؟ هو فعليا انا طبعا كنت جاي طبعا مضغوط طبعا فتره كبيره قوي، من بقالي سنين ما شغال. فقلت بصراحه اخد هدنه شويه. نص بطيخه يا جماعه. قلت اخد هدنه شويه. فحاليا انا بدات فعليا ادور على شغل من بقالي حوالي يمكن شهر. اوكي، وايه الاخبار؟ شايف التطورات عامله ازاي؟ شايف التطورات ان في ريكروتر ناس بتكلمني كتير. في انت مجالك ايه اصلا شغلك؟ انا مهندس معماري، بس مينلي في ناحيه الكونسلتنسي والكونستراكشن. اوكي حلو. ممكن. فحاليا بدور في مجال الشغل. هو في شغل كتير موجود، بس الفكره كلها من ضمن المعوقات او من ضمن المشاكل اللي موجوده ان لازم يكون عندك كانديان اكسبيرينس. تمام. بس دي اعتقد دي ممكن تتغلب عليها وانس ان انا اخلص الام بي بتاعتي. ساعتها اقدر ان انا ممكن خدوا الطبق ده، خدوا بس الطبق مش هيحصل حاجه. خدوا الطبق كله. هنفتح بطيخه ثانيه عادي. انا معايا جايبين بطيخ كتير النهارده. اوكي. فاعتقد وانس ان انا خلصت الماستر معايا، ساعتها اقدر ان انا هيبقى الموضوع اتفتح قدام مجال قدامي اكبر. بلس ان هيبقى ساعتها انا بقيت اقدر ان انا ادور على شغل فول تايم. حلو. احكي لنا كده على التكاليف اللي انت دفعتها عشان تيجي هنا. التكاليف اللي انا دفعتها عشان اجي هنا كان من طبعا في الاول طبعا ما كنتش عارف اي حاجه.
فيعني مشيت في كذا سكه كان معايا في كونسلتنت موجود معايا من دبي دوت. كان من ضمن الحاجات اللي هو يعني اتكلمت معاه وبتاع. خليك بس فالفكره كلها ان طبعا اتكلمت مع الكونسلتنت دوت، بدا يظبط لي موضوع الدراسه. اوكي ايوه، ايه المشكله؟ في حاجه عمل حاجه غلط ولا لا الفكره كلها ان هو طبعا ايه بدا يشوف لي برامج ومش عارف ايه. فالمهم وصلت معاه ان انا خلاص. قال لي تورونتو ولا فانكوفر؟ طبعا قلت له لا فانكوفر، يلا على فانكوفر. بشوف واحد اسمه حكم وعايش بالظبط. قلت له الراجل ده عايش في فانكوفر وبتاع. يعرفني الراجل ده؟ لا ما مكتب. اوكي. فالفكره كلها يعني الناس ودي نقطه ثانيه، يعني انتوا المصريين والعرب ما تروحوا للعرب، بتروحوا للهنود ليه؟ انا مش فاهم والله العظيم يعني ما يعني لا اله الا الله. والله ما كنت اعرف. لا ما فيش حاجه. لا والله لا ما على في فكره حاجه يا عم، احنا اصحاب. لا قبليها فعليا ما كنتش عارف الحوار ده. لكن على فكره لا باي ذا واي، حتى يمكن في كذا حد كلمني على الفيسبوك. تمام. انت موجود هنا في كندا ومش عارف. قلت لهم فايه رايك تختاروا كونسلتنت موجود بره كندا ولا جوه كندا؟ كان من ضمن ارائي لا يا جماعه خدوا حد موجود جوه كندا اضمن. ليه؟ عشان هم عارفين، هم ادرى بالبروجرامز اللي انا ممكن يكون الكيس اللي انا بتاعتي سبيشال كيس، بس اعرف ناس كتير اوريدي. حلو قوي. كده دفعت قد ايه كده في كل التفاصيل اللي دفعت حوالي يمكن 5500 درهم. ده كام دولار دول؟ يعني دوت على 1000 ونص دولار مثلا؟ حوالي 1000 اكتر من 1000 ونص شويه. اوكي. حوالي يمكن 1000 ونص 1800. ده عشان الايه بقى؟ دوت عشان يجيب لي ال او اي بلس الفيزا. طب حلو زي الفل. يعني 1000 يعني داخل في 2000 دولار عشان تاخد الليتر اوف اكسبتنس في الفيزا. حلو بالظبط. دي كده حاجه. دي كده حاجه. طبعا لما رجعت بعد كده بقى عاوز اجيب الولاد بعديها ب3 شهور. اوكي. فقال لي خلاص اوكي انت طبعا اوكي. المهم ايه من هنا لهنا، فقال لي خلاص انا اوكي هاخد منك 2000 ونص درهم مثلا زياده. زياده 2000 ونص عشان الولاد. عشان الولاد الفيزا بتاعت الولاد والاسره كلها. ومن هنا برضه يا جماعه احب انصح، يعني احنا لينا اصحابنا كتير، يعني اصحابنا كتير هنا مصريين وعرب موجودين. يعني الاسماء اللي اقدر اقول لكم عليها: عمرو شحاته صديقنا في فانكوفر، احمد الزغبي طبعا عارفينه في مونريال، ومها الصباغ في تورونتو تقريبا. يعني الناس دي يعني ممكن ننفعهم، ممكن يعني ناس ثبتوا كفاءه كويسه جدا. ممكن برضو نحاول نتواصل معاهم برضو ونشوف اسعارهم تبقى عامله ازاي. ودي رساله ليهم برضو يا جماعه، دي الاسعار اللي الناس في الخليج بتعملها، فبرضو ده بنش مارك للاسعار الخليجيه. فعلا انا بشكرك على البوينت دي، عشان في بعض المكاتب اسعارهم كومبيرنج للماركت بره اغلى بكتير. اسعارهم اغلى بكتير. دي نقطه مهمه انا حابب ان انا اقولها. بالظبط. تمام. حتى لما حبيت اجيب الولاد تواصلت مع مكاتب موجوده هنا. اوكي. فادوني رقم يعتبر دبل اللي انا جبت الولاد بيه. ممتاز. طيب بالنسبه لتكاليف الدراسه تقريبا دفعت كام في تكاليف الدراسه؟ طبعا ايه ما دفعت حوالي يمكن تقريبا كان 18000 في السنه. اوكي. دي يو سي دبليو اللي هو بتاخد فيها بريبريشن كورس او كورس تاهيلي؟ لا انا ما خدتش البريبريشن كورس. طب ازاي بقى عملت كده؟ ازاي؟ بسمع ان انت لازم تاخده ده. لا هو الفكره كلها مش لازم. لو انت مثلا في عدد سنين خبره اوكي فانت مش لازم، ما ينفعش، مش محتاج. دي رساله يا جماعه، عشان دي حاجات احنا بنقولها للناس برضو مع الاكاديمي، ان انت بنقدر نساعدك في حاجه زي كده. لان على موقع الجامعه بيقول لك ان انت لو انت عندك خبره عمليه في الاداره ممكن يويفوا فكره ان انت تاخد بريبريشن كورس. طب حلو. 18000 في السنه في سنتين تقريبا هي البرنامج. بالظبط. 36000. تكاليف المعيشه بتاعتك بتدفعها قد ايه تقريبا لو لوحدك؟ تكاليف المعيشه هي في رينج، بنتكلم مثلا في رينج السكن في رينج مثلا من 700 لحوالي يمكن من 700 ل 900. اوكي. دي اوضه في شيرنج ابارتمنت. اوكي. تمام. دي كده حاجه. ولما تجيب ولادك متوقع تدفع كام في الشهر؟ لما اجيب ولادي طبعا بالفعل يعتبر حجزت شقه. اوكي. والرينج بنتكلم في حوالي يمكن 2600 2550 2600. وكمان للاسف بعيده حتى من فانكوفر قوي في سيري. بالظبط. فطبعا هي بعيده جدا. فعشان اجيب شقه هنا في فانكوفر للولاد فبنتكلم في رينج يمكن 3000 ونص او حاجه وانت طالع. يعني دي نقطه ثانيه. ايه انسب الاماكن اللي انت شايفها مناسبه لو واحد جاي فانكوفر يبدا يدور على سكن فيها؟ لو واحد لوحده خليك جنب الجامعه. لو انت معاك اسرتك تروح سيري او تروح ممكن ريتشموند. تمام. والثالثه برنابي. حلو قوي. في ناس بتقول على سيري ان بيسمعوا من اونلاين كده ان سيري دي مكان خطير وحاجات زي كده وغير امن. هل انت شايف الموضوع كده ولا انت لسه ما جربتش؟ انا رحت هناك النيبر
أيوة، النيبرهود الكوميونتي. الكوميونتي نفسها. لا بصراحه المكان كان لطيف جدا. بلس المواصلات، المواصلات كانت كويسه، ما كانش فيها اي مشكله. حلو جدا كده. طيب يعني انا مش عايز اطول عليك عشان انت مشكور النهارده، انت بتساعدنا في التقطيع وبتاع الحاجات دي كلها، وانا مش عارف الصوت اصلا طالع ولا لا، ربنا يستر يكون طالع. المهم نشكرك جدا يا حسام النهارده، وان شاء الله نكمل نشوف بقى تطورات الموضوع كمان 6 شهور وسنه وبعد ما الولاد تحكي لنا كده تشوف الموضوع عامل ازاي. شكرا جزيلا ليك حبيبي، اشوفك على كده ان شاء الله. يلا السلام عليكم. بالتوفيق ان شاء الله.